هذا جهاز تكنو الجديد اللي هو تكنو سبارك 20 برو، جهاز من الفئة الاقتصادية. تعالوا خلينا نتعرف على هذا الجهاز ونعرف شنو الشغلات اللي بيه ويسوى انه انا اشتريه او لا. يلا تعالوا. اول شغله راح نسولف بيها اللي هي شكل الجهاز من الخارج. طبعا الجهاز يجي بمجموعه من الالوان، واكو هذا النسخه المميزه اللي تيجي من الجلد. بصراحه شيء حلو انه الجهاز من الفئه الاقتصاديه ويكون من الجلد. الجهاز تقدر نخلي 2 سيم كارد، والشيء الاحلى انه هذا الجهاز اكو بيه سماعتين ستيريو، والصوت الخاص بالجهاز جدا عالي، فمن تستخدمه بالالعاب بمشاهده المحتوى راح ينطيك تجربه صوتيه ممتازه. بالاضافه الى انه هذا الجهاز مقاوم لرذاذ المياه، جهاز من الفئه المتوسطه ومقاوم للمياه بهالطريقه يعتبر شيء كلش ممتاز حسب معيار اي بي 53. طبعا منفذ السماعات ال 3.5 موجود هنا، اكو بصمه اصبع صايره على زر التشغيل بالجانب، اكيد طريقتين للحمايه، اما ميزه التعرف على الوجه او من خلال بصمه الاصبع. الاطار اللي يحيط بالجهاز هو من البلاستيك. هذه كل التفاصيل الخاصه بشكل الجهاز من الخارج. هسه نتحول ونسولف على شاشه الجهاز. شاشه الجهاز هي من نوع IPS LCD. طبعا هذه الشاشه تيجي بتردد 120 هرتز، فجهاز من الفئه الاقتصاديه وبهذا الرقم يعتبر شيء كلش ممتاز. اكيد انت من خلال الضبط تقدر انه تقلل هذا التردد، لانه 120 معناها استهلاك للبطاريه بشكل اكبر. كل هذه التفاصيل نقدر نتحكم بها من خلال الجهاز، فتقدر تسوي 60 او 120 بكل سهوله. حجم او قياس هذه الشاشه هو 6 فارزه 78 انش تقريبا، وكثافه البكسلات الخاصه بهذه الشاشه تقريبا 396 بكسل. الشيء الاحلى انه دقه الشاشه هي فول اتش دي بلس. واكو شغله حلوه موجوده بهذا الجهاز من تكنو اللي هي الدايناميك بورت. بكل بساطه الكاميرا او مكان الكاميرا اللي صاير بالشاشه الاماميه من الاعلى يتحول الى شريطه تبين بيه الاشعارات، يعني بعض الاشعارات ونسبه الشحن اللي تكنو سمتها دايناميك بورت. فهذه كل التفاصيل الخاصه بالشاشه. طبعا شاشه من الفئه الاقتصاديه، ما بيها فد شيء مميز كلش، شاشه خلينا نقول مناسبه للفئه السعريه الخاصه بهذا الجهاز. الاداء والمعالج، وهنا وحده من نقاط قوه الجهاز المعالج. جهاز من الفئه الاقتصاديه ويجي بمعالج من شركه ميديا تك اللي هو الهيلو جي 99. هذه النقطه بصراحه تعتبر شيء كلش ممتاز. هذا المعالج اللي شفناه باجهزه سابقه جدا كثيره، من نشوفه بجهاز من الفئه الاقتصاديه انا اعتبرها نقطه جدا ممتازه. اكيد بالنهايه راح نعرف سعر الجهاز وتشوفوا انه يعني يستاهل هذا السعر او لا. الرام الخاص بالجهاز يجي 8 جيجا بايت، وتقدر انه تزيد مساحه الرام من خلال اخذ من الذاكره الداخليه 8، يعني لغايه 8، فتقريبا المجموع الكلي للرام راح يكون عندك 16 جيجا بايت. بس الرام الرئيسي او الاساسي الخاص بالجهاز هو 8 جيجا بايت. الذاكره الداخليه تجي بسعه حلوه اللي هي 256 جيجا بايت، وهذا الرقم يعتبر ممتاز انه نشوفه بجهاز من الفئه الاقتصاديه. اكيد نظام التشغيل اللي موجود على جهاز تكنو سبارك 20 برو اللي هو الاندرويد 13، وواجهه المستخدم اللي هي الهاي او اس. ومن خلال هذه الواجهه تقدر تسوي هواي خيارات، مثلا نسخ التطبيقات وغيرها من الميزات اللي لازم تستكشفها بنفسك وتتعرف على كل الشغلات اللي موجوده. طبعا جربت وشغلت لعبه على الجهاز راح يشغل لك اللعبه باعدادات حلوه، اكيد مو بالاعدادات العاليه جدا جدا، افضل انه تخليها على الاعدادات المتوسطه حتى ينطيك نتائج كلش حلوه. يعني ما راح تشوف اكو بطء او تعليق، لان هنا موجود واحد من المعالجات الجيده ضمن الفئه المتوسطه. النقطه الاخرى اللي راح نسولف بيها البطاريه، وصراحه انا ايضا اعتبرها واحده من الميزات الحلوه. الجهاز يجي برقم ببطاريه تقريبا 5000 ملي امبير، ويدعم الشحن السريع بقوه 33 واط. 33 واط من نشوفه بجهاز من الفئه الاقتصاديه انا اعتبرها نقطه جدا ممتازه. العلبه الخاصه بالجهاز ايضا تحتوي على الشاحن اللي يكون بقوه 33 واط، فراح يمشيك يوم كامل بالاستخدام. اكيد من تستخدمه بالالعاب بمشاهده المحتوى راح يكون اقل من هذا الشيء حسب التجربه او حسب مده الاستخدام لكل شخص، وهذا الشيء يختلف من شخص الى اخر. الكاميرات، الجهاز بكاميرا رئيسيه خلفيه تكون بدقه 108 ميجا بكسل. هذه الكاميرا اللي تكون فتحه العدسه مالتها 1 فارزه 75 تقريبا. والكاميرا الاماميه الخاصه بهذا الجهاز 32 ميجا بكسل. الكاميرا الاماميه انطتني نتائج حلوه. فهذه بعض الصور اللي تم التقاطها من خلال الجهاز سواء بالليل والنهار، بالكاميرات الخلفيه، بالكاميرات الاماميه، شلون تشوفون النتائج اللي حصلتها. بشكل عام هذا الجهاز هو ما مخصص بدرجه كبيره جدا للتصوير، بالنهايه جهاز من الفئه الاقتصاديه، فانا ما اتوقع راح يعطيني نتائج حلوه.
بس النتائج اللي حصلتها تعتبر جيدة بالنسبة للفئة السعرية الخاصة بهذا الجهاز. هسه وصلت إلى آخر نقطة بعد ما عرفنا كل التفاصيل الخاصة بالجهاز، سواء شكل الجهاز من الخارج، الشاشة، أداء الجهاز والمعالج، البطارية والكاميرات. النقطة الأخيرة السعر. شنو سعر جهاز تكنو الجديد اللي هو سبارك 20 برو؟ فهذا الجهاز يجي بسعر $145. شلون تشوفون السعر مقارنة للمواصفات اللي تم ذكرها؟ وصلت إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى إذا عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوه بالتعليقات، وأكيد راح أكون سعيد بالرد على أسئلتكم واستفساراتكم. حتى تتابعون جديد التقنية تابعوا قناتي وشوفوا حسابي على الانستغرام بتفاصيل هواية. فأي سؤال عندكم أكرر اكتبوا بالتعليقات، وهذا الحساب مالتي على الانستغرام تقدرون انه تشوفوه. طولت عليكم، وبنهاية الفيديو اقول لكم مع السلامة في مان الله.